حلب ومدينة حلب بالتحديد منذ 3 أيام، والكل يعلم أن هناك محاولات بائسة وفاشلة دائما ل يعني قمع رأي المواطن. الإعلام السوري كاذب. إذا أنا أبوك يا كلب. نعم. شادي حلوة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أيها الأعزاء المشاهدون، كان مراسلنا شادي حلوة من حلب، وهذا يدل، ما رأيناه بهذه اللقطة السريعة يدل على الديمقراطية التي يطالب بها الكثير من داخل هذا البلد ومن خارجه. نعود من جديد إلى شادي حلوة. شادي، هذا نعم أسامة هذا هو. لم يكتفوا بقنواتهم، لم يكتفوا بفبركتهم، لم يكتفوا بكل القنوات التي تحرض ضد سوريا، وجاءوا إلينا. ما في مشكلة، أتوا إلى هنا وقالوا ما قالوا. إذا كان فعلا الإعلام السوري كاذب، يا أخي اتركونا بحالنا، اتركونا، خلونا نبث اللي بدنا إياه، وخلي المواطن هو الذي يحكم سواء كنا كاذبين أم غير كاذبين. على فكرة شادي، لو يعني دائما بالنسبة للكاذب هذه، يعني لو كنت تسمعني لدي وجهة نظر في أن من يكذب ينبغي أن تتركه يكذب ليكثر من كذبه ويعني يكشف نفسه، لكن هذا يدل على مقدار الصدق الذي يتمتع به الإعلام السوري بشكل